نيسو إن أوجات فتاوى النوع عسى دبعات أوجيست المسلمين الدين تودي دلكودا وحال مراجعة كتاب اللي أثر الفكر الغربي وأثره في شبه القارة الهندية صفحة صدح بقول يا أفرتن إلى صدح بقول كنتن يا شن وحال مراجعة كتب النوازل الأمة المالكية خاصة كتاب الفتاوى الفقهية في أهم القضايا في أحد السعديين لحسن اليوبي أصلا مراجعي وكتاب لما يسترن هل مثال هذا القرآن كهالله آية برارجية هندية مركي كسر دول الإنجليزكو ويقب صديق بقى مسلمين تأيو أنت أصل طوائف فابا يسكت أن يزدفعون دقالما قبل الرم بيكو كعين بقر لو انجري أكبر المغولي وأصونا مرتد أهابا يكو كعين وردوا بي ميل بيصارين إنجليز كي بايمت قاشان كأضرورين إنجليز كي مركو اللودون وأي مقاومته المسلمين هندية يوان خائن وي dadka sidii loo gumaysto dawlad ka taqaan adduunka kuma garanayo shaytaan way ingiriisku ku faraqaado waxa weey adoon dareemaynin boo'ayar ku dhameynaya waxaan maqli jiray dooliga ama jiirka markuu dadka faraha ka cunayo uu afuufa baa leeyahay uu ku afuuf markay faruhu ku barfaan baadana ku cuni marka xanuusato uu ku afuuf qaboobi baadana waa ku cuni habeenku waxaad soo toosi adoo eber ah maraykanku waa kaba weyn asagoo isqaad oo waxa weeye asagoo ordibu ku soo gali laakiin ingiriisku intuu madaxa ku salaaxo iyo ku gowrici بطيء ولكنه أكيد بلا خطريسة خطة البريطانية الإنجليزية وشيطانة خبيثة ماكرة بطيء ولكنه أكيد ترتيب بقولودي لكن نبر له بكو جيسانية وكو فقان ومدو جميستو سوق على بوايرته مريكان لكن وانك مرقاه وين كابو يردهيو وسليسان المهم وحاوي مسلم ممكن إنجليز كلودين واي دور أرهمات بوسامي أساليب دور كلا ضيال المجاهدين أساليب أسلوب قدر روحوها علوم أنتو أروري يوحون لابد من سحب الشرعية عن جهادهم علوم أروري يوحون فتوى إن هندية آية هاي دار إسلام أنا هايسته دار إسلام إن يتفتوى محايا فقه الحنفي وحوقبه دار إسلام لقد أحد قال مكرو وذا ده دغالمه جهادنا وهندي حنفيين ماذا كذون وحوليه هي ككينا بدار اسلام اني تاي الله فطوي دار اسلام اذا جهاد الباطل هوشي وحا بدبادي الشيخ لورج عبد العزيز ابن ولي الله الدهلوي ويقولوا له امام وعالم اهابا قدين انتو قبتي بو نقدي يفكركي رساله كقري وحونا السوغا انه خلاف جرى صائغه وليده في الفقه الحنفي والرأي حوق بدن هي أن الهند بعد استيلاء البريطانيين عليها إن يداروا حرب انتهى وكفر يجب القتال فيه هوش مكي السعون ولي مفتق مكفر دي شافعي قاه إيا كي مالكي قاه إيا كي حنفي قاه إيا النمان زيدية أهب فتوى كأروري فتوى سادرة من بيت الله الحرام باتمد إن يداروا إسلام تهندية جهادنا أوسن سعين بدون إذن إمام هي بالله فطوة إذن لا جهاد في دار إسلام لا جهاد بدون إذن إمام لا جهاد عند عدم تكافؤ القوى صدح هذا القضاء بيسوقه هول بين الدياريين مجاهدين تبقى لقوا أخرية فطوة دي ويكرا ضريرين إنجليز أسو كسي داري بلاد الهند مؤرخ إنجليز كلا السعودية هوشا كهلا يبقى آد بينو أنفع الفتوى دي ودادها خير الله سيبور وخير الله سيدور كيسو دقيس هذا الكيس نيل هنتر ويليام ليرا هذا ومؤرخ الدولة الإنجليزية اللي يقول لي ومن حسن الحظ أن الفتاوى التي أفتى بها المفتون أتت لصالح المحافظة على الأمن وتوطيد أركانه وطاعة الدولة والإيفاء بعهودها فلو أتت فتاوي لصالح الثورة لكنا مهددين بأخطار حالكة مهلكة أسيقبها كورماي وحولوا وأنها فتاوي هذا أنها نتاجرتي وأنها ذات الفتاوى التي أحدث الثورة ضد الملك أكبر المغولي وأنك مرتد كاير الدوبي مسلمين أي الردين وهذا فتوضي إنه أسونا مرتدي هاي ماشوا هايسنا إدارة كفر انتهاي لقبحه وهذا الردين إنجليز كي وكسي قال سنة سوين لقوا بحماي وهذا حد لقوا بحكي لأنه ودار إسلام تكافنا مجره إمامنا ما هينه
wadaadii hadda ka hor fadwooday in lagu baxo akbar al-maghuli boqorkaas ba anaga waxay dhahay hal daay nimanka aad baan noo anfacday buu hadii kale baa biilaynba وزلزلت كرسيه فلم يثر جنود البنغال إلا على أساس الفتو. وما أجمل هذه اللحظات حيث نرى أن المنطقة التي أفتت بالثورة على أكبر أنجبت هي ذاتها عالما أفتى بتحريم الثورة وأيدنا كل تأييد بول ويكو أجيهد إن خادمتها لهم ولمخططاتهم ويأجيهد أظن وحالك من الأكتاي لكن لو كرم يتعصب يا شيطان ما كلا جرته قبل وحاوي wiilka Soomaaliyeed xoogo wax qorqoraa ama wuxuun akhriya dhibaatada ay noo geysato fataawada noocaasa oranaysa jihaadka sharci ma aha oranaysa fitno ay waxaad wadaan oranaysa gaaladu xaq bay ila wadanka inay sii haystaan oranaysa muxuu ahaayay lama dagaalami karo oranaysa waxaad xaqiijinaysaan tahawur weey wax ma xaqiijinaysaan dhibkay noo geysan nin walba wuu dareemi karaa